السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه متابعيني ومتابعين مطبخ اكلات مصريه؟ معاكم ام محمد، والنهارده معاكم ام محمد من مطبخ اكلات مصريه. النهارده باذن الله هنعمل الفينو، العيش الفينو زي ما انتم شايفين كده، بالجمال والحلاوه والطراوه وكل الصفات الحلوه فيه. زي ما انتم شايفين كده الصوره قدامكم اهي، والفيديو بيوضح لكم الكلام اللي انا بقوله. النهارده هنعمل العيش الفينو بأبسط طريقة وطريقة سهلة جدا، وهنعرف ايه الحاجات اللي بتخليه ينفع معانا، والحاجات اللي بتخليه ينفش كده ويبقى زي الفينو اللي بتجيبيه من بره بالظبط. اوعي اشوف متابعيني يروحوا يجيبوا فينو من الفرن ولا مخبوزات ولا اي حاجة. اي حاجة تحبوا تعرفوها قولوا لي في التعليقات وانا هنزل لكم الفيديو بتاعها على طول. شايفين الجمال والطراوه، ومن جوه كده زي السفنج، زي الفيل. ما هو فينو يا ام محمد. تمام يا ام محمد. شايفين الجمال والحلاوه اهو. اعملي سندوتشات للولاد، اعمليه في الفطار، اعمليه في العشاء، وكمان تحفظي الوصفه عندك لما المدارس تفتح ان شاء الله. تعملوه للاولاد في المدارس وفي اللانش بوكس، وتستريحوا من الشراء من الفرن. تشتريهش من الفرن خالص. ده الرغيف ب2 جنيه، في حين ان انا عملت 13 رغيف ب15 جنيه. يعني زيت وخل وخميره ودقيق ب15 جنيه. ولا كلفت نفسي ولا رحت الفرن جبت الرغيف ب2 جنيه. وكمان ما بيبقاش مخدوم وحلو زي ده، بيبقى هشش كده خالص وخفيف جدا، والرغيف ما بيشبعش الولد او البنت، ما بيشبعش الولاد خالص. انا بجيب وبشوف، يعني جبت كذا مره الولاد في المدرسه، عندي ولاد بنتي بينزلوا يجيبوا الفينو، بستغرب ازاي ان احنا بنعمله بالطريقه دي وهم بيبيعوه بالشكل ده. تعالوا نشوف الوصفه وان شاء الله تعجبكم، ولايك وشير للفيديو. يعني معانا هنا كوبايه ميه اهي، نعمل لك كميه قليله، ولو انت عايزه تضاعفي الكميه مفيش مشكله. معايا هنا مبدئيا كده كوبايه ميه من الحنفيه، هنزل بمعلقه خميره فوريه ممسوحه، مش مليانه قوي، معلقه ممسوحه، لان ده نص كيلو بس. نص كيلو بيعمل معايا 4 كوبايات من الكوبايات الميه او كوبايات الشاي عندك في المطبخ. تمام. هنزل بمعلقتين سكر زي ما شفتوا كده، وهندوب الكلام ده كله مع بعض. تمام. هنشغل بقى المضرب بتاع العجان او بالمضرب السلك، واضربيهم كويس لحد السكر ما يدوب خالص مع الخميره. تمام كده. النهارده رغيف الفينو ب2 جنيه. طب انا ليه اللي يخليني انزل اجيب فينو ب20-30 جنيه ما بيكفيش الاولاد؟ ال13 رغيف اللي انا هعملهم النهارده هيكلفوا، لو انا جبتهم من الفرن هجيبهم ب26 جنيه. طب انا عملتهم ب15 جنيه. شوفوا التوفير والنظافه، وكمان الخامه والكميه والجمال والحلاوه اللي في الحاجه اللي انت بتعمليها، خلاف خالص ان انت لما تشتريها من بره. خلاص كده دوبنا الخميره مع السكر مع الميه. هنزل انا معايا 4 كوبايات دقيق، هاخد منهم نص كوبايه وكده. انا هربي الخميره. تمام. احنا عندنا في الفلاحين بيقولوا كده، هنربي الخميره، سواء نعجن عجين خبيز لعيش او مخبوزات، نقول على الكميه دي ان احنا بنربي الخميره. يعني احنا بنديها فرصه ان هي تبقى خميره وتنفخ معانا كده، وتبقى جاهزه ان انتي تخبزي بيها كميه كبيره. تمام. هنزل بقى بكوبايه دقيق كده، نص كوبايه دقيق من ال4 كوبايات اللي معايا. هنزل على الخميره والميه والسكر اللي انا دوبتهم في الاول، وهدوبهم كده برضو مع الميه والسكر والخميره. تمام يا محمد. وهغطيهم وهسيبهم 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هتلاقي معاكي الدقيق والخميره نفش كده وطلع فقاقيع كده، تعرف ان الخميره حلوه واستخدامها كويس. تمام. معايا بقى 3 كوبايات ونص زي ما انتم شايفين، طبعا دقيق منخول. اي ما تعملي يعني عيش، تعملي فينو، تعملي كيكه، تعملي اي مخبوزات، لازم تنخلي الدقيق. تمام. معايا 3 كوبايات ونص دقيق منخول، نزلت عليهم بنص معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره
ملح. تمام تمام يا ام محمد. هقلب بقى الكلام ده كله زي ما انت شايفه كده، وهنزل بقى الاول على الخميره والخليط بربع كوبايه زيت. طبعا انا استخدمت الكوبايه دي للدقيق وللميه وللزيت، ودي المعيار بتاعي. تمام تمام يا ام محمد. هنزل بمعلقه خل، معلقه مش مليان كده، كويس كويس لحد كده. معلقه الخل فايدتها ان هي بتبيض لك العجين، بتخلي الفينو لونه ابيض او اي مخبوزات، بس الخل ما بيعملش حاجه زياده عن كده، هي بس بتخلي الدقيق يبقى لونه ابيض. خلاص خلاص. هنزل بقى بكميه الدقيق اللي معايا على الخليط ده كله اللي احنا عملناه، وهنضرب الكلام ده كله مع بعضه. هنضربها كويس لحد ما تدينا العجينه المطلوبه اللي احنا عايزينها، قوام ناعم وطريه وفي نفس الوقت مش بتلزق. طبعا انا مبدئيا حطيت كوبايه ميه، والوقتي معايا نص كوبايه تانية، وهشوف هحتاج منها قد ايه. العجينه بتاعتي خدت كوبايه وربع ميه وربع كوبايه زيت. تمام، كوبايه وربع ميه وربع كوبايه زيت. دي الحاجات السائله. معلقه خميره ممسوحه، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره ملح، وتكون النص معلقه ممسوحه. تمام تمام يا ام محمد. هنا العجينه بتاعتي لمت معايا وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، والعجان نضيف اهو. ولو انت هتعجنيها بايدك، بس انا عشان عندي مشكله في ايدي فانا بعجن ايه في العجان. شايفين العجينه بقت ملمسها جميل وطريه، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدي اهو. تمام كده. تمام يا ام محمد. العجينه طبعا فيها عرق، كل ما بتضربي فيها او كل ما تعجني فيها بتبقى فيها عرق وبتبقى جميله معاكي، وكمان بتتفرد في الفرد بتتفرد بسرعه. انا هلمها دلوقتي بقى وهغطيها ترتاح 10 دقايق في الحر ده او ربع ساعه بالكتير. تمام، هسيبها لما تخمر وترتاح معانا. وهنا بقى العجينه بتاعتي خمرت، وهاخدها اقطعها كده كور صغيره، الكوره قد البيضه. الاربع كوبايات دقيق عملوا معايا 13 رغيف زي ما شفتهم في اول الفيديو. والله يا جماعه توفير التوفير، يعني بصراحه البيت من غير دقيق فعلا حلو دقيق. يعني انتي شويه دقيق قليلين خالص، نص كيلو او 4 كوبايات دقيق هتعملي 13 رغيف. يعني بصي حاجه جميله جدا وحاجه موفره جدا، وحاجه انتي عاملاها بايديكي في البيت. طبعا عاملاها ازاي؟ وعاملاها بحب للاولاد، وعاملاها بروحك الحلوه، فلازم هي تكون حلوه ولازم تكون جميله. هنا بقى انا خلاص قطعت العجين معاكم اهو، وزي ما قلت لكم 13 رغيف. هغطي بقى العجين واسيبه يرتاح برضو تاني 10 دقايق مش اكتر يا جماعه، عشان ما يفرقش منك وينفش قوي ويبقى مش حلو. طبعا بيفرغ يعني بيبقى بيسيح في الحر ده، العجين بيسيح وبيديك قوام مش مظبوط، بينفش قوي 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 وبعد كده يرجع يهبط منك تاني. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا هفرد الكوره مربع كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهقفل الجناب بقى كده وهقفل كويس عشان ما يفتحش منك في التسويه، وهقفل الجناب بتاعته كده اهو زي ما انتم شايفين. وهعمل واحده كمان معاكم اهو، افرديها كويس، وهو مش محتاج مردنه ولا نشابه ولا اي حاجه، بايديكي كده. العجينه ما شاء الله جميله جدا وسهله جدا ومريحه جدا. هتحبي ان انت تعملي العجينه دي بجد يا جماعه، طريقتها حلوه جدا جدا جدا. قفلي كده اهو الحروف والجوانب عشان يطلع مظبوط معاكي ويطلع كله مساوي بعضه اهو. وسيبي مسافه بين كل صباع وصباع عشان طبعا لسه هيختمر تاني وما يلزقش منك في بعض. تمام تمام كده. انا دهنت طبعا
دهنة زيت كده في الاول خالص، هي دي بس اللي دهنتها اهو، عشان بس ما يلزقش مني في المفرش. تمام تمام كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هرصهم بقى في الصينية كلهم كده ان شاء الله، وهخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني. وكده انا خلصت الكمية كلها اهيت، وهغطيه وهسيبه يرتاح مرة تانية. هوريلكم الخمر بتاعه، لازم يختمر مرة تانية، وما تسيبوهوش زي ما قلتلك زيادة عن 10 دقايق في المرة التانية ديت، علشان ما يختمرش ويفرغ منك ويبقى مش كويس. انا غطيه كده اهو، حطيت عليه كيس بلاستيك، ومن فوق الكيس الفوطه. هنا بقى اختمر العجين بتاعنا. هجهز له بقى اللي هدهن الوش بيه، صفار بيضه ومعلقتين لبن، وهضربهم في بعض زي ما شفتوا كده. وهنا اختمر العجين بتاعي وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين اهو. تمام كده، الخمر بتاعه حلو قوي كده، لسه ما يخش الفرن كمان هيزيد مره تانية. وهدهن الوش بتاعه كده، وانا مش هحط سمسم ولا حبة البركة ولا اي حاجة. انت حابة تحطي عليه سمسم او حبة البركة هيبقى تبع ذوقك. ودخلته الفرن على 180، وطبعا الفرن ولعته قبليها، لازم يسخن الفرن قبل ما تدخلي اي مخبوزات، لازم تسخني الفرن الاول. تمام تمام يا ام محمد. وبقى معانا بالشكل الجميل ده. انا دخلته الفرن على 180 درجة تلت ساعة. ولو الوش ما احمرش معاكي بتقدري تشغلي الشوايه، شغلي عليه الشوايه من فوق 5 دقايق يحمر معاكي ويبقى زي الفل كده. لما طلع من الفرن، وانا هغطيه مره تانية وهسيبه لما يبرد خالص، عشان لو طلعته الوقت وهو سخن هيتفتفت مني ويتكسر. لازم تسيبيه لما تغطيه وتسيبيه لما يبرد خالص خالص خالص، زي ما انت شايفه كده الجمال اهو. هنسيبه بقى لما يبرد خالص، وهنشوف معانا بقى الجمال والحلاوة والطعامة. الله 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 الله. سندوتشات جبنة بقى، لانشون، بيض، اللي تحبيه ما شاء الله. مع الجبنة الكريمي بقى اللي انا عملتها لكم هيبقى تحفة. انا منزله لكم الفيديو الجبنة القريش، حولناها لجبنة كريمي بالفلفل والزيتون، اخر جمال. هتنفع معاكم في السندوتشات دي. يا ريت لايك وشير لي الفيديو عشان الكل يستفيد. استودعكم الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل الفراخ بطريقة جديدة وطريقة حلوة جميلة جدا، هتعجبك قوي وهتعجب جوزك، هيبوس ايدك ويقولك اعملي لي كل يوم من الفراخ دي. كل ما تجيبي فراخ هيقولك اعمليها بالطريقة دي. طريقة جميلة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا، وكمان طعم وريحة ولون زي ما انت شايفة كده. الصينية كده بتغني، الصينية بتغني معايا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفراخ استوت وبقت جميلة جدا، ولا تكلفي بقى ولا تحمري وتكلفي زيت وبيض وفيجيتار وكلام من ده كله، لا. ولا تشوي في الفرن ولا تغلبي نفسك. هي تغسلي، هتجيبي الفراخ تغسليها وتنضفيها كويس، وزي ما انت شايفاها في الصينية كده بتغني اهي. بك 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 بتبكبك كده وتكاكي بتكاكي في الصينية. يلا بينا نشوف الطريقة. طريقة سهلة جدا. هتجيبي الفراخ وتغسليها كويس، وبعد كده تنشفيها او تسيبها تتصفى يعني. هتجيبي بقى فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر والبصل بتاعك والكمية بتاعتك بقى زي ما انت عايزة، وكمان هنقطع عليهم طماطم والكمية بتاعتك. حطي بقى معلقة بهارات فراخ، معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسود، ونص معلقة توم باودر. تمام تمام يا ام محمد. وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه وهنسيبها هنغطيها ونسيبها شوية. طبعا احنا غاسلين الفراخ بالملح والليمون ونقعينها كويس، وبعد كده بنشطفها ونسيبها تتصفى. تمام تمام يا ام محمد. هنرجع للخلطة بتاعتنا الجميلة والصلصة الجميلة دي، الفلفل والبصل والطماطم. هنحط فيها الفراخ زي ما انت شايفة كده. هننزل بالفراخ بقى كده نرصها في الصينية كده زي اكنك هتحطيها في الفرن. انت حابة تحطيها في الفرن حطيها، بس انا سويتها بصراحة على عين البوتاجاز. جميلة جدا 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 وتحفة، وما خدتش معايا وقت خالص. وهنحط بقى الفراخ ونغطيها كده بالصلصة اللي زي ما انت شايفة. طريقة جميلة جدا جدا وسهلة قوي قوي قوي. والفراخ بقى التحفة وريحتها جنان يا جماعة، ريحتها بجد ما اقولكمش خطيرة. خطيرة جدا، خطيرة بالجبنة. بس هي تحفة بجد. وكده استوت معايا الفراخ، وهنزل بشوية بقدونس كده مقطعين من فوق الوش. هتبقى جميلة كده وخطيرة وشكلها تحفة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. هتسويها على عين البوتاجاز، هتاخد معاكي نص ساعة. تغطيها وهتاخد معاكي نص ساعة. هتسويها في الفرن هتاخد معاكي ساعة، عشان طبعا الفرن تسويته خلاف البوتاجاز من فوق. تمام. هتغطيها بورق سلوفان وتحطيها في الفرن، هتاخد معاكي ساعة. حابة تحمري الوش حمريها، بس انا دي فراخ ني في ني يا جماعة، يعني مش حابة ان انت تحمري الوش بتاعها. تمام. هي بتبقى منها فيها كده زي ما انت شايفاها بالجمال والحلاوة دي. وما تنسيش اللايك، وعلي المايك وحطي اللايك. تمام تمام يا ام محمد. واجمل صينية فراخ ني في ني هتاكليها. استودعكم الله، اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة.
لا يعصر. انا رصيت المكرونه، حطيت فوقها اللحمه وحطيت عليها موتزاريلا عشان تديكم المطه اللي هي ايه بتشوفوها دي. مع انها كانت تيجوا وحشه جدا، تيجوا تقطعوا الخرطه كده تلاقوها بتمط كده زي الاستك. ولا كانت بتمط استيك ولا كانت بتمط حاجه. ونزلت بقى عليها بالوش المكرونه التاني اهو، يعني مكرونه تحت وفوقها اللحمه والجبنه، وبعد كده نزلت ايه بالمكرونه من فوق الوش علشان نسويها في الفرن. والواد محمد ابني عمال يتريق عليا. لا والله ما اقدرش اتريق عليك، انا هزر ماشي، كانت اتريق لا، هي كانت تحفه. كانت ايه؟ تحفه. كانت ايه؟ احلى مكرونه. ايوه كده اتعدل. لا دي شهاده الحق والله. ها؟ شهاده الحق والله. والله فعلا كانت صينيه مكرونه، اجمل صينيه مكرونه عملتها في حياتي بجد والله، حتى الكل بقى يقول لي جميله جدا. وده البشاميل اللي بقى هنحطه فوق الوش بالشكل الحلو ده. البشاميل اللي بقى دقيق ولبن وسمنه، وطبعا انا عاملاه معاكم في القناه، ولو حابين تشوفوه ادخلوا القناه هتشوفوا طريقه البشاميل بالكامل. انا نزلت الفيديو بالكامل، هو موجود في القناه. امي دي احلى شيف في الدنيا. الله يخليك يا حبيبي. تمام كده تمام. ونزلنا بقى بالبشاميل الجميل بتاعنا الكريمي كده، بشاميل كريمي كريم. ونحط المكرونه وعليها البشاميل. بشاميل. على فكرة انا هنزل الفيديو كده مش هقطع منه حاجة، نزل يا باشا نزل. صدقني ما هقطع منه حاجة. طيب هي بالبركه احلى حاجه. احلى حاجة بالبركة فعلا. ودي بقى صينية المكرونة بعد ما طلعت من الفرن قشطة. لو حابين الطريقة بقى تشوفوها هتلاقوها في القناة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجمال ده كله والحلاوة دي كلها بقى، قولوا ايه هي بقى؟ مش هتعرفوها، مش هتعرفوها خالص. الكريمة دي، شايفين؟ كريمة يا جماعة، بجد بجد تحفة وطعمها خرافة، طعمها جميل جدا. وهتحوليها يعني بصي بقى، انتي دلوقتي عامله كريمه مش هيعرفوها هي ايه ولا من ايه الا لو انتي قلت لهم هي ايه. اقول لكم هي ايه بقى الجمال ده كله والحلاوه دي كلها؟ ده من طبق الجبنه القريش اللي محطوط في التلاجة، كل ما تحطيه للولاد مش عايزين ياكلوه وترجعيه في التلاجة وتطلعيه من التلاجة، هو ده الطبق اللي احنا محتارين بيه. تعالي بقى نحوله ونعمله جبنه كريمي. تعمليها في السندوتشات وتعمليها في التوست وتاكليها جنب الطعمية، جنب اي حاجة كده هتلاقيها هتبقى جميلة جدا. هنطعمه ونحط عليه فلفل وزيتون زي ما انت شايفة كده. فلفل اهو مقطع، عايزة تحطي فلفل احمر تحطي فلفل شطة زي ما يعجبك حطي عليها. تمام، النص كيلو تحطي عليه قرنين فلفل وحوالي معلقتين 3 زيتون مخلي مقطع، اخضر بقى زيتون اسود مش مهم اللي انت تحبيه. ومعايا كوبايه لبن. وتعالوا بقى نشوف النص كيلو هياخد قد ايه لبن، وهنضربه في الخلاط او في الكبه. انا حاليا مبدئيا معايا كوبايه لبن الاول. تمام. هنزل بالفلفل والزيتون وهنزل عليهم بالجبنه اهو زي ما انت شايفه في الكبه كده. لو انت عايزاها ناعمه خالص حطيها في الخلاط، لو انت عايزه الفلفل والزيتون يبقى قطع زي ما انا عاملاها كده تبقى قطع صغيره خالص حطيها في الكبه. هنزل بقى بنص كوبايه لبن كده، طبعا اللبن هنزل بيه شويه بشويه علشان ما تطرش مني قوي وتبقى جبنه سايحه خالص. تمام، هنزل شويه بشويه وهضرب الكلام ده كله مع بعضه اهو كده. انا حطيت نص كوبايه لبن وهرجع احط كوبايه تانية، بقى النص كيلو خد مني كوبايه ونص لبن من المج اللي انتوا مج الشاي العادي اللي انت بتشربي فيه الشاي، كوبايه ونص. تمام. هنضرب الكلام ده كله بقى مع بعضه ضربه كويسه كده. تمام يا ام محمد، صلوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده انا نزلت بكوبايه ونص لبن لنص كيلو الجبنه القريش اللي محدش بيرضى ياكلها، هياكلوها ويستطعموها. وبصوا بقى هيقولوا لك اعملي لنا منها كل يوم، مغذيه ومفيده، وكمان هتضيفي لها الزيتون المغذي والفلفل الجميل اللي ما بيرضوش برضو ياكلوه، هتدخليها مع الجبنه. الحاجات دي كلها هياكلوها ويتبسطوا منها جدا. وده شكل الجبنه بعد ما ضربتها، بقت كريمه وناعمه خالص اهي. ولو انتي حابه تنعميها خالص تبقى زي الجبنه العلب اللي بتجيبيها من بره تحطيها في الخلاط. تمام. انا حبيتها قطع كده، الزيتون بيبقى قطع فيها والفلفل قطع فيها زي ما انت شايفه كده. هاتي بقى العلب الفاضيه اللي عندك، اي علبه فاضيه، دي علبه حلويات. الولاد بينزلوا السوبر ماركت يجيبوا بسبوسه يجيبوا كنافه في العلب الحلوه دي. طبعا اول ما بتفضى بمسك اغسلها وانضفها كده واحتفظ بيها زي ما انتوا شايفين اهي جديده. فاحنا بنوفر وندبر في اي حاجه. الورقه النهارده ليها لازمه يا جماعه. هنزل بقى بالجبنه الحلوه بتاعتي في العلبه كده اهو زي ما انتوا شايفين. وتحتفظي بقى بيها في التلاجة، في اي وقت تطلعيها هتلاقيها جاهزه معاكي جميله جدا. بتتفرد في السندوتشات على طول، تعملي منها باتيه تاكلي منها بقى جنب الخيار، جنب بيض مقلي بيض مسلوق، بتبقى جميله جدا وطعمها تحفه وطعمها اتغير 100 درجه يا جماعه. شايفين جبنه كريم؟ لو انت حباها طريه عن كده او يعني ناعمه حطيها في الخلاط وزوديها لبن، بس هي كده تحفه بجد. وبتتفرد جميله جدا في السندوتشات مع الفينو بقى مع التوست زي ما قلت لك بتبقى جميله جدا. ودي كانت وصفتنا النهارده، وتحويل الجبنه القريش اللي محدش بياكلها لجبنه كريم. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.
اصبر ما انت تاخد. ايه؟ اصبر. ايوه انا صابر اهو. كلثوم. صح؟ اصبر يا عم الحاج.